في الحلقة اللي فاتت شرحنا الموتور بيشتغل ازاي هو والفتيس والفرامل. لو ما شفتش الحلقة هتلاقيها في الاي اللي فوق. بس ما سألتش نفسك وانت بتتفرج على الحلقة هو ليه مكان الموتور قدام ليه ما يكونش موجود في ظهر العربية؟ لو عندك معلومات شوية هتعرف ان في عربيات الموتور بتاعها في ظهر العربية عادي جدا زي البيتلز اللي هي الخنفسة والبورشه 911. ولو انت معلوماتك متقدمة شوية هتعرف ان في مواتير في نص العربية زي الاودي R8 شيفروليه كورفيت وماكلارين GT. فالسؤال هنا هو ايه الفرق في اماكن المواتير؟ ما قدام العربية زي ظهرها زي في النص. طيب لو في فرق شاسع فانهي افضل بليسمنت للموتور؟ فقبل ما نبدا جهز قهوتك او مشروبك المفضل ويلا بينا نبدا. لو عاوز إجابة سريعة أنهي أفضل مكان فلحد وقتنا الحالي اللي بتتفرج فيه على الفيديو هو قدام العربية. بس طالما فتحت الفيديو وقررت تاخد من وقتك 5 دقايق أعرف المعلومة كاملة. قبل ما أقول لك مميزات إن الموتور مكانه يكون قدام وليه هو الأفضل تعال نرجع بالزمن شوية لورا أيام جدي وجد جد جد. في الأول خالص العربيات كان الموتور بتاعها بيكون في ظهر العربية. زمان شكل العربية كان بدائي جدا وبسيط جدا وأسرع عربية كانت بتمشي بسرعة السلحفاة مع كامل الاحترام للسلحفاة. هو مش تشبيه هو حقيقة. أول عربية كانت بتمشي بسرعة 10 كيلومتر في الساعة. بس مع التطور اللي حصل وزيادة سرعة العربيات وزيادة قدرة المواتير بدأ يظهر معانا مميزات وعيوب. المميزات دي إن الأكسلريشن اللي هو التسارع بتاع العربية بقى بشكل أفضل والديسلريشن اللي هو التباطؤ بقى أفضل. وعشان كده بنشوف معظم عربيات السباق بيكون الموتور بتاعها في ظهر العربية. بس للأسف المشاكل كانت كريتيكال أكتر أو قاتلة أكتر وبدأ يظهر بما يعرف بالأوفر ستير. لو مش عارف ايه هو الاوفر ستير وازاي انظمه الامان بتساعد تمنع الاوفر ستير هتلاقي رابط الحلقه في الاي اللي فوق. بس للاسف زمان ما كانش فيه عوامل الامان اللي موجوده دلوقتي. فالاوفر ستير كان بيؤدي لحوادث ووفيات كتيره جدا لدرجه اتشهر كتاب في الستينات اسمه Unsafe at Any Speed وده كان هيؤدي لانتهاء حقبه العربيات في العالم. بس الخبر الكويس ان المهندسين قالوا هنحط الموتور قدام. مكان قدام العربيه ليه مميزات كتير اهمها عمليه تبريد الموتور عشان الموتور بيكون في وش الهواء هو اللي بيقابل الهواء عن طريق الرادياتير فده بيساعد في عمليه التبريد افضل واسرع. ثاني حاجه انه سيف لو لا قدر الله عملت حادثه الموتور هو اللي بيقابل اكبر ضرر. ثالث حاجه انه بيديك مساحه في شنطه العربيه تقدر تستخدمها. واخيرا انه بس يا دوب بيعمل اندر ستير. لو ما تعرفش الاندر ستير هتلاقي فيديو في الاي اللي فوق شارح فيه الاندر ستير وازاي انظمه الامان بتمنع حدوثه. المهم انت متخيل ان الاوفر ستير ده قاتل قد ايه؟ خلى عيب زي الاندر ستير ميزه لمجرد ان اضراره اقل واسهل انه تتحكم في العربيه فيه. دلوقتي شرحنا مكان الموتور قدام العربيه وظهر العربيه. فاضل في نص العربيه. نص العربيه يعني الموتور بيكون موجود بين العجل اللي قدام والعجل اللي ورا. ده بنشوفه في العربيات الغاليه قوي 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 من هنا للصبح واللي هنلاقيها معلقه النمر جمرك غالبيه الوقت. مكان الموتور في نص العربيه هو افضل مكان عشان بيدي ثبات للعربيه اكبر بكتير. بيسبب تسارع اكبر من وجود الموتور في ظهر العربيه. استنى بس انت عمال تعد في مميزات من دماغك. ازاي بيدي تسارع العربيه افضل وليه ثبات اكتر عشان في نص العربيه بس؟ الاجابه بسيطه جدا. جرب تمسك شاكوش كده وجرب تدق بيه مره وانت ماسك قريب من راس الشاكوش ومره بعيده عن الراس. هتلاقي ان الاسهل ليك وانت ماسك الشاكوش من الناحيه الاقرب للراس اللي هي مركز ثقل الشاكوش. ده بالظبط اللي بيحصل في العربيات. الموتور هو مركز الثقل في العربيات هو اتقل حاجه في العربيه فكل ما كان في النص كل ما الثبات بقى اكبر. تمام ده بالنسبه للثبات. انما التسارع ازاي وانت لسه قايل في ظهر العربيه افضل؟ الموضوع ده بيرجع لقاعده فيزيائيه اسمها انجولار مومنتم وهو بيقول لك كل ما كان مركز الثقل في النص كل ما السرعه والثبات بيزيدوا. ده حتى بنشوفه في الناس اللي بترقص باليه على الجليد وهم بيلفوا سرعتهم بتزيد ومجرد ما يضموا ايديهم ورجليهم لجوه مع انهم شخصيا مش بيزودوا سرعه اللف بس كل اللي عملوه انهم ضموا ايديهم ورجليهم لجوه فخلوا مركز الثقل في النص. لو لسه مش مقتنع فجرب الفكره
الفكره اللي جايه دي في الشغل، بس قبل ما تجربها اتاكد ان مفيش كاميرات حواليك. هنا بنشوف راجل كبارة عاقل بيلف بالكرسي، سرعته زادت لما ضم ايده لجوه. هو ما عملش حاجه اكتر من انه ضم ايده لجوه وخلى مركز الثقل في النص. طيب ما الموتور مكانه في النص ده افضل مكان ليه، قلت ليه ان قدام افضل؟ انا اسف نسيت اقول لك ان الكوست بتاعتها اغلى بكتير من عربيات الموتور بيكون بتاعها قدام، فعشان كده بنشوفها في العربيات السبورتي الغاليه بس. عشان العربيات دي اهم نقطتين بتميزهم هما الثبات والسرعه. عمرك ما تشوف واحد عنده عيله كبيره او بيهتم بالراحه وتلاقيه جايب سيارة رياضية. زائد ان وجود الموتور في النص يعني مفيش مكان او مساحة غير ل2 ركاب بس. تلخيص سريع لمميزات وعيوب كل مكان فيهم: وجود الموتور قدام مميز في المساحة والتبريد والامان والسعر، لكنه سيء في عملية الفرملة وثبات العربية. وجود الموتور في النص بيديك ثبات وتسارع افضل شيء على الاطلاق، لكن عيبه السعر العالي ومفيش مكان غير ل2 ركاب فقط. وجود الموتور في ظهر العربية بيديك تسارع كويس جدا وفرملة كويسة جدا، لكن عيبه الاوفر ستير، ومش اي حد يقدر يتحكم في العربيات دي. ده كان كل حاجه محتاج تعرفه عن مواتير العربيات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وانزل قول رايك تحت في الكومنتات. سلام.